انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي، لاعب الزمالك السابق ولاعب نادي ميتلاند الدنماركي الحالي. إمام عاشور لاعب خط وسط مميز جدا، عليه كرات ممتازة جدا، تصويبات صاروخية بأهداف على طول. قيمته على ترانسفير ماركت 2 مليون يورو. اللاعب طبعا كويس وموهبة كبيرة جدا وموهبة حلوة جدا، ولكن طبعا موضوع ان هو ينتقل للنادي الاهلي، الموضوع حاليا دلوقتي واخد حيز اكبر من حجمه في السوشيال ميديا. بس انا شايف ان يعني صعب ان هو يجي النادي الاهلي، طبعا عشان مشكلته مع وليد سليمان قبل كده ومشكلته مع مجلس الاداره. طبعا هو اللاعب اعتذر وكل حاجه، وطبعا هنا بقى في ناس بتتقسم لفريقين، في فريق مؤيد ان هو يجي الاهلي وفي فريق يقول لك لا، احنا الاهلي بمبادئ معينه ونظام معين فما ينفعش ان هو يجي. فقول لي انت بقى في الكومنتات رايك، هل امام عاشور صفقه مميزه في الاهلي؟